ريفيو جديد وفيديو جديد من دوحة. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديو جديد. النهارده بقى هنشوف مطعم وهمي كان بدأ في السعوديه وفي الاردن، فالنهارده بقى فرعه الجديد في وسط البلد في مصر. هنشوف هيقدم لنا ايه، ويلا بينا نبدا الفيديو معانا. قول يا دوحة. لا يفوتكم مطعم وهمي فتح 3 فروع جديدة، الأول بالرياض على طريق خريص، والثاني بفرع بالدمام. حرفيا صراحة ألذ برجر أكلتها، طبعا اللحم أنجس أمريكي. وهمي فيه تمام، يوم واقفك في العيد، هذا هو جديد رخيص جنة. وهمي برجر بعد ما حقق نجاحات كبيرة في السعودية وفي الأردن، النهاردة هنشوف فرعه الجديد في وسط البلد في مصر. يا ترى هيكسر الدنيا ولا لا؟ يلا بينا نشوف الفيديو معانا. اول حاجه نبدا معانا بقى بالبرجر اللي هو الرانش، واي ساندوتش بيجي معاه بطاطس والكورن. هنشوف بقى الساندوتش معانا، هو بيجي كده زي ما انتم شايفين البرجر، ومعاه الصوص الرانش والموتزاريلا ستيكس، والسعر بتاعه انا شايفه مش وحش، سعره حلو. والطماطم، شوف بقى الطعم بتاعه كده، بسم الله، جامد قوي بجد. طعم اللحمه حوار، والتتبيله بتاعت اللحمه تتبيله حلوه قوي مع صوص الرانش، فعاملين ميكس كده حلو مع بعض. نوع اللحمه نفسه جامد قوي، لحم الانجوس اللي هو مشهورين بيه. اللحمه دي نفسها يعني مش اي محل بيعملها في مصر، تقريبا 3 أو 4 محلات بس. لحوم الأنجوس هي الأشهر في العالم بعد لحم الواجيو، وهي أصلها في اسكتلندا أمريكا. واللحم ده بصراحة بيبقى حلو جدا في الستيك. بالنسبة للسندوتش ب 150 جنيه، فبصراحة طعمه مع السعر ده حلو قوي. نشوف بقى تاني حاجة معانا ويلا بينا. أنا عارفة إنك أصلا بسباسة، بتبص عليا ليه لسه ما اتشهرتش. تاني حاجة بقى معانا وهو المشروم والبيكون. طبعا المشروم والبيكون مع البرجر ده هيبقى جامد قوي. بيجوا زي ما اتفقنا بقى البطاطس والكورن. الكورن دي أنا عايز أدوقها قبل ما تنشف. حلو، مسكرة كده مع البطاطس مملحة، عاملين ميكس حلو. حاطين قطعة بيكون كبيرة مع صوص الجبنة مع المشروم، مع طبعا اي ساندوتش بيجي معاه بقى الخس من تحت كده، والبصل والطماطم. هنشوف بقى الطعم كده معانا، نشوف بقى الطعم معانا بقى بتاع المشروم والبيكون. بسم الله، جامد قوي. البرجر ده بقى محشي جبنة موتزاريلا جامدة قوي. العيش بتاعه بصراحة طازة، مش العيش المفرول. لهم كده مع بعض عاملين ميكس حلو. ناخد قطمة كده ايه، نغوط جوه شوية. بجد طعمه حلو قوي بصراحة مع البيكون والمشروم. المشروم طعمه حكاية. شوف بقى اللي بعد كده معانا ويلا بينا. تالت حاجة هو السبيشال وهمي. سبيشال وهمي زي ما انتم شايفين كده، بصراحة سبيشال يعني في كل حاجة. يعني ده أغلى حاجة يعتبر عندهم ب 175. علشان ايه بقى؟ علشان زي ما انتم شايفين كده في ايه بقى، البرجر، موتزاريلا ستيكس، والاونيون رينج، قطعة البيكون زي ما انتم شايفين كده حاجة لارج. هنشوف بقى الطعم معانا بتاع السبيشال ده. بسم الله. حاطين بقى ايه، صوص الشيدر كده معاهم، والبطاطس بتاعتهم جامدة بصراحة. نشوف بقى طعم السبيشال ده. بسم الله. احلى حاجه ان البرجر كمان محشي جبنه، فمديهم طعم حكايه. قطعه موتزاريلا ستيكس عندهم كبيره، بتشدش بس سخنه. الدوره دي على فكره طعمها حلو قوي. كورن حوار مع البطاطس، بطاطس من سوداء سخنه. سندوتش يعني مخدوم قوي، واغلى واحد بصراحه. طعمه حلو قوي. جايبين بقى ايه معانا، انا مش عارف هو ايه المشروب ده. مشروب اسمه بلانكو، طعم البلو هواي. معرفش ايه البلو هواي ده، انا اول مره اجربه. ندوق ده البلو هواي معانا. بسم الله. في طعم دوا كنت بدوقه، كان طعم مش حلو بصراحه. هو في البان بس مش ترايدنت اللي هم كانوا 4 بجنيه دول.
هو برضو قريب للكلام ده. الطعم ده مش حلو، ممكن يبقى الكولا بتاعه احلى من ده، بس الهواي ده مش عاجبني. شوف بقى اخر حاجه معانا ويلا بينا. اخر بقى حاجه معانا وهو البرجر الفضاء. طبعا انت في الوهم والبرجر اسمي وهمي، فطبيعي البرجر يبقى اسمه فضاء في الفضاء. هنشوف بقى اللي في الفضاء ده عباره عن ايه. تقريبا ده البيزك بتاعه يعني. ليه بقى؟ لان ما فيهوش اي حاجه اديشنال عليها، اللي هو ما فيهوش اي اضافات او اي حاجه. هو يعتبر الصوص كده من فوق، مش عارف ده بيك تيستي تقريبا، وبيجي بقى عادي، بيجي بقى الخيار المخلل والخس والطماطم وكل الحاجات دي. ده يعتبر ارخص حاجه فيهم، ده ب 125 جنيه. هنشوف بقى ايه اخر حاجه معانا والطعم بتاع البرجر الفضاء. بسم الله. البطاطس بقى كده، عاجبني طعم اللحمه والله جامد قوي. اللي عاجبني في الموضوع كله ان اللحمه، تتبيله اللحمه جامده قوي في كل السندوتشات. نفس طعم اللحمه دي ما اتغيرتش في حاجه، تبقى محشيه جبنه، فالتتبيله دي بتاعتهم حوار. ولحم الانجوس ده احلى حاجه في الموضوع، وكمان يعني السعر بتاعهم رخيص جدا. فلو استمروا بنفس الموضوع ده ونفس الكواليتي هيبقوا في حته تانية خالص. نشرب بقى حبه هواي ولا معرفش ايه ده، عشان انا عطشان بصراحه. واي طعم كده اعوذ بالله، كله في حته وده في حماده تاني خالص. طعمه مش حلو. اوفر اول من الاخر المطعم جامد بجد. من الاخر المطعم حلو قوي، وكمان عشان كده مكسر الدنيا في الخليج، سواء في الاردن او في السعوديه. لا المطعم حلو قوي. عجبني كمان الباكج بتاعهم حلو قوي، فسواء اي سندوتش فيهم حلو قوي. بس فالمطعم بصراحه حلو قوي، فاكيد هيفتح فروع تانية في مصر بعد النجاح اللي محققه بقاله كذا يوم. هو فاتح من اول يوم في العيد، فالطعم بتاعه حلو قوي. انصحكم ان انتوا تجربوه، بس لما تجيبوا ما تجيبوش البيبسي اللي هو بلو هواي ده، ممكن تجيبوا البيبسي او الاورنج. انصحكم ان انتوا تجيبوا يا قطه يا بنتي. انصحكم ان انتوا ما تجيبوش البلو هواي. كتر حلاوه اللحمه القطه نطت على الساندوتش. بس وده كده نهايه الفيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم الفيديو ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس تشوفوا كل جديد. قول يا دوحه.